هل جودة الموسيقى التصويرية ممكن تأثر على الدراما في الفيلم؟ بمعنى أنا لما بسمع هشام نزيه، أنا بصراحة بيبقى أقوى ببقى أنا مركز مع هشام أكتر من الموقف الدرامي اللي أنا ببقى شايفه. مودي الإمام في بعض الموسيقات بتاعته كانت بتبقى اقوى من المشهد، يعني في الارهاب والكباب والعساكر وهم نازلين من على السلم، مشهد عادي العساكر نازله من السلم بتاع التحرير، مجمع التحرير، الموسيقى اللي عملت من المشهد ده عملته حاجه جامده قوي. فهل ده ممكن تضر بالدراما لو هي الموسيقى عاليه قوي قويه؟ هشام عايز يرد. هو النقطة إنه الأستاذ هشام مخرج كبير وابن مخرج كبير. ربنا يخليك. الموسيقيين اللي قدروا يعملوا عشان الكلام كان عام، أنا عايز أخصصه. الموسيقيين اللي عرفوا يعملوا حاجة علاقة مع الصورة هم اللي كان عندهم الثقافة السينمائية. هم خلاص، احنا خلينا نفترض في الأول إنهم موسيقيين عظماء، يعني هيقعد مع موزع، هيقعد مع مطربة، مش هيعرفوا يقولوا حاجة، يقولوا ده كلام جميل جدا على السكيل اللي هو يحطه الزمني. زمان اصل الموسيقى ليها علاقه كبيره قوي بالزمن طبعا. فهو بس في حاجه معلش عشان ده برضو يفيد برضو الناس. انا وجهه نظري برضو انه عشان هو قال الارهاب والكباب، وانا كنت يعني ليا الحظ ان انا اشتغلت مساعد مخرج في الارهاب والكباب. عادل منير المونتير، هذا الفنان المبدع، بالقطعات بتاعت عادل منير مع الموسيقى بتاعت مودي الامام مع شريف عرفة مع كل ده مع بعضه، هو اللي وصل لك هذا الاحساس. لانه انت لو سمعت المزيكا بتاعت الجنود وهم نازلين على السلالم دي، لو انت قصدك على دي بالذات اللي هي صيحه وهم نازلين من العربيات الامن المركزي، مش هيوصل لك الاحساس ده غير مع الطبخه دي. يعني الطبخه دي على بعضها، عادل منير مع مودي الامام مع شريف عرفة مع التصوير بتاع محسن نصر مع مش هتوصل للخلطه دي. هشام نزيه موضوع اخر. هشام نزيه ممكن يبقى مش قصدي ان انا اقلل، بالعكس. هشام نزيه عشان هشام نزيه مزيكاتي وبيعمل حفلات وبيعمل ودراساته متخصصه وبره وجوه ممكن تكون ودنك يعني اتشدت مع الموسيقى بتاعت هشام نزيه عن الموضوع الفيلمي. لكن مودي الامام بتاع مزيكة سيما كده، يعني بص يتقال مزيكة سيما، مع انه كان في فرقه وبيغني وبيلعب هو حسين ودارس وعامل، وهو اصلا فنون جميله، يعني هو خريج فنون جميله وكمل ودرس على فكره كان المفروض يبقى موجود في الصالون، بس هو بيعزل وعنده قال لي مش هخلص قبل شهر ونص، لان العمال. لا اوعدكم من المره الجايه يبقى موجود معانا الموسيقار الكبير مودي الامام.